يرجى الاشتراك في قناة مارك نيوز بودكاست. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. في الحلقة 74 من حوارنا الخاص مع الخبير الاستراتيجي والحقوقي ورئيس جبهة البوليساريو لاسترجاع الشحراء الشرقية السيد خالد الشفاقي. أهلا وسهلا ونعود من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا كان هناك غياب ديال واحد المدة كما يقول مجموعة من المتابعين، ولكن كان غياب من أجل استرجاع نفس جديد وربما من أجل ديناميكية جديدة يعني من أجل ودراسات نعم وتحليلات جداد. نعم. سي خالد الشفاقي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. كبداية كلمة سي خالد الشفاقي بافتتاح الموسم الجديد ديال هذه الحلقات الجديدة. ايوا الحمد لله على العيد العرش اللي سيدي سيدنا الحمد لله اللي نعمنا سيدي ربي بهذا العيد الجميل اللي عطى فيه سيدنا نصره الله كلمة جميلة حول الجدية والمعقول. دونك دابا تنشوفوا بأنه لما كانش المعقول ما كانش جدية ما غادي يكون حتى شي سريان ديال مسار العمل في إذا خطاب الجدية ديال عيد العرش. خطاب هو اللي كنا أصلا نذكروه يعني مسبقا. دائما. كيفاش تشوف الجدية الآن في العمل السياسي؟ ايوا خص يعني بلغة خص المشاوره. بلا مشاوره ما كاينش عمل سياسي بلا مشاوره. ما يقدرش واحد يكون تيسوق الباخره بوحدو وما كاينش اللي وما يستشر مع حتى واحد وما يستشرش مع الخبراء وما يستشرش مع الناس اللي ذوي العلم. هذا هو المشكل ديال القديم والمشكل ديال الحكومات اللي وحده مره اخرى. الجديه في يعني اختيار النخبه تتبان لك مزيانه؟ جديه في اختيار النخبه لابد منها. راه حنا شفنا دابا خوتنا في افريقيا اش وقع عليهم. كل نهار كاين انقلاب حيت ما كايناش الديمقراطيه وما كاينش كاين هذاك الاستيلاء على السلطه ولا الاستيلاء على الكرسي. واحد بوحدو تيبغي يحكم كل شيء ما يمكنش. الديمقراطيه راه ماشي هي هذه. في ظل الحكومه في المغرب الان واش تبان لك الجديه في هذه الحكومه بصراحه؟ مازال ما تبانليش الجديه حيت كانت كاينه وكان سيدنا داز المرحله الاخرى يقول لك ها هو الاهداف الجدد ولا ها هو العمل الجديد اللي خصنا نشرعوا فيه. ما حدو هو مازال تيهضر على الجديه وتيهضر على المعقول. راه مازال ما بان ليه لا معقول لا جديه في النخبه السياسيه. دخول موسم جديد وزياده يعني 2 دراهم مثلا في المازوت او في الاساس، واش هذه جديه من طرف رئيس الحكومه؟ لا، ملي نهضروا على المازوت نهضروا على الثمن ديال الامورات بحال هكا ديال الطاقه. نشوفوا السوق العالمي اش يدير حيت السوق العالمي هو اللي فيه يعني كل شيء يعني هو الا المغرب. يعني هذا الشيء تيقول على حساب لا المغرب راه تنقولوا بانه الطون ديال الغازول هي اغلى طون اللي كاينه في العالم. المغرب تيبيع المستهلك الطاقه غاليه بزاف، ولكن راه كاين وسائل جديده كيف نقدروا نوجدوا الطاقه ديالنا. الطاقه الشمسيه، الطاقه بعدة طرق شي اسمها التيرناتيف الانرجي فوسيل. الجديه ايضا في تطوير الاقتصاد المغربي. كيفاش تيبان لك انت داخل منظومه الاقتصاد السي خالد الشفاقي بصراحه؟ يعني واش كاين واحد يعني تحرك، كاين واحد التشافي، ام هناك تراجع خصوصا اغلاق مجموعه من المؤسسات الاقتصاديه والتجاريه؟ النقطة ديال الاقتصاد متعلقة بالنموذج الجديد الاقتصادي والتنموي. ما حدو مازال ما تحطش، ما حدو مازال ما وصلنا ليش. راه مازال ما بديناش الاقتصاد ديالنا. مازال تنبريكوليو خص النموذج الجديد الاقتصادي هو اللي غادي يعطينا الانطلاقه ان شاء الله. اين هي نتيجه اللجنه؟
ايوا اللجنه أنا ما شفناش حتى شي نتيجه، حيت اللجنه اصلا الطريقه ديالها باش اشتغلت فيها عده نقاط استفهام، عده نقاط استفهام اللي خاص لابد ستكون مفتوحه على جميع الفئات الحيه ديال المجتمع، والفئات الحيه ديال المجتمع ما ساهموش كلهم، حيت ما يقدرش يكون نموذج جديد اقتصادي في المغرب وطني، هذا شغل وطني وما يكونش جميع افراد الوطن مشاركين فيه. المساله هذه هي الاولى مبدئيه. خلال هذه السنوات السابقه يعني من كوفيد الان، يعني كيفاش تشوف الحركه يعني ديال سواء الحركه الحقوقيه، الحركه الاجتماعيه في المغرب، الشباقين تداخل الميدان؟ واش كاين تراجع مثلا في المكتسبات الحقوقيه؟ كاين واحد مثلا زياده في المكتسبات الحقوقيه، يعني كاين واحد يعني تنامي يعني بحال نقولوا الاكتئاب لدى الشعب المغربي، مع تحس بان كاين شي حاجه، كل واحد تيحس بانه مخلوع من المستقبل. المسألة هذه عادية، حيت في العالم كله راه الأزمة كاينة، العالم كله مضروب بالأزمة، عندنا احنا أصدقاء وصحاب وناس اللي تنعرفوهم في عدة قارات راه كلهم مضرورين من الجهة ديال الأزمة. الأزمة كاينة، ولكن كاين وسائل كيف الواحد يواكب الأزمة، كاين وسائل كيف يقدر يدير شي حاجة يدبر على راسو في الأزمة، واخا الأزمة كاينة يدبر على راسو، يحاول أنه يمشي على حساب المقدورات ديالو. بيان سور كاين الحمد لله، واخا الأزمة كاينة. راه حنا خرجنا البارح واحد المفهوم ديال دبر راسك، زعما دبر على راسك، زعما باش تعاونوا المغاربه والمغربيات. تلاحظ غياب ديال الحكومه سواء في التواصل، في عدم وجود رئيس الحكومه، يعني واحد غياب بحال اذا ماذا يعزو هذا الغياب ديال هاد الناس؟ واش ما تعرفوش يدويو، واش عندهم شي مشكل، واش عندهم شي تخوف؟ لا تعرفوا يدويو وتعرفوا كل شيء وتفهموا كل شيء، راه حنا الشعب هو اللي ما فاهمش، ما هما فاهمين احسن منا. حنا دابا واش هذه مستملحه واحد اللي زعما واحد ان روتور اون اريير تيبان لينا راه ان فان كونت تيعرفوا. نعم سي خالد الشفاقي، ما يجري الان بافريقيا كيفاش تشوفوا انتم، خصوصا ان عندكم واحد العلاقات مع افريقيا، وخصوصا ان المغرب اصلا يعتبر الاب ديال افريقيا، سواء كامير المؤمنين سواء يعني ملك يضرب له ألف حساب ومحترم من طرف. كيفاش تشوف مستقبل افريقيا في ظل هذه الانقلابات؟ هذوك افريقيا تبارك الله عندنا مداخلين فيها بزاف مع عده دول وعده مسؤولين وعده مؤسسات اقتصاديه وحقوقيه ومؤسسات تنمويه. هذا تيدل بانه الديمقراطيه مازال ما تعماتش. افريقيا محتاجه الديمقراطيه الى واحد درجه كبيره. هذوك الانقلابات النتيجه ديال قلت الديمقراطيه، وكانوا الديمقراطيه كاينه عندهم ما يكونوش انقلابات. وتنطلبوا الله يعاونهم ويتعاونوا مع المثال ديال ياخذوا المثال ديالنا حنا كمغاربه وكالمغرب باش نساعدوهم يوصلوا للديمقراطيه الحقيقيه اللي غادي توالم الشعوب ديالهم وتوالم المؤسسات. مؤسسات اطلاع بهذه المساله، خصوصا انه تتعامل مع الافارقه ايضا. واش تشوف بانه ما غاديش يكون واحد التاثير على العلاقات الافريقيه مع المغرب ومع الاقتصاديين في ظل هذا ما يجري؟ لا او كونترير، عاد غادي
يوليو العلاقات قويه ومهمه، حيت غادي يعرفوا بانه غادي نقدروا نفيدوهم ونجيبوا لهم واحد القيمه مضافه كبيره جدا. حنا ديما كنا تنقولوا بان الحمد لله امير المؤمنين ديالنا راه هو المثل الاعلى ديال الليدر ديال العالم، لا في التضامن، لا في التسيير ديال الاقليات والتعايش. عده صفقات الحمد لله تيمتز بها الحمد لله امير المؤمنين ديالنا، وكمثال لنا الحمد لله. اذا صلح الامير وصلحت امته، هذوك الناس الافارقه حتى هما راه يبغيو ياخذوا المثال الاعلى بامير المؤمنين ديالنا. وهذه غادي تجعل المغاربه ان شاء الله يكون عندهم واحد المنصب مهم في الاعمال، ومنصب مهم في التنميه ديال العلاقات اللي غادي يقدروا يكونوا عندنا مع الدول كلها الافارقه والافريقيه. شكرا. الرسوم هما بيان سور بيان سور. حتى تشوف رئيس الحكومه القديم اللي داز غادي يدي معاه زعما عده استفادات الشخصيه ليلو. والشعب والو، الشعب هكا بحال هكا تيغوت وتينبح وتيبكي. هذه هي الديمقراطيه المغربيه. الديمقراطيه في المغرب راه الشعب تيبكي وصافي. الجزائر مؤخرا قتلت واحد جوج شباب في الصعيديه. اييه. كيفاش تشوفوا انتم كرئيس يعني استرجاع الصحراء الشرقيه، كيفاش تشوف هذا التصعيد من طرف الجاره السوق الجزائر؟ ودائما كنت انا دائما الموقف ديالي مع خوتنا الجزائريين ولا جيراننا الجزائريين صارم. دوله حمقى، دوله مسطيه وبسيكوباتيه، وتقدر تسنى منها اي فظيعه في حياتي. نورمال. ناس ماشي بعقلهم، ماشي بعقلهم، ما عندهم لا حكمه لا حكم. الهدف ديالهم من هذا الاعتداء على يعني مواطنين مغربيين تيعوموا. هذيك تتبين بانه ما عندهم لا عسكر لا سلطه لا شرطه لا دفاع لا حراس على الوطن، ما عندهم والو. ما عندهمش المؤسسات قائمه بذاتها. المؤسسات ما كاينيش. بيان سور الديمقراطيه ما كايناش خطره، وكل واحد تيلغي لغاه. إصراركم على استرجاع الصحراء الشرقية ما زال قائما؟ دائما. استرجاع الصحراء الشرقية هو الموضوع الحالي، والموضوع ديال غدا، والموضوع ديال بغداد، والموضوع ديال البارح. حيت أراضي مغربية، وإن شاء الله غادي يكون فيها العمل كبير مع الفرقة ديال العمل ديالنا، وعما قريب غادي نبلغوا شي حاجات، شي مستجدات جميله جدا ان شاء الله. سمعتي مؤخرا ربما ما جرى او تسريبات لرئيس المجلس الجماعي بسيدي سليمان اللي تيقول يعني على مستشارين ديالو او مستشارات يعني واحد الكلام قبيح. تشوف هذا المستوى ديال هاد الرؤساء المجالس الجماعيه اللي ابتلى الله بهم بعض المناطق المغرب؟ وحنا تنهضروا على الاقتصاد الناعس، تنهضروا على الازمه، تنهضروا على المشاكل اللي كاينه في المغرب، وهذا راه تيدل على المستوى ديال السياسه والديمقراطيه اللي في المغرب. ما حد السياسيين ما عندهمش واحد المستوى عالي، واحد المستوى مهم في الدراسات وفي الاكاديميه، غيكونوا هذه المشاكل لابد كاينه وحنا فيها. دونك كل واحد تيجبدو كلامه. دونك الا كان هذا الكلام غير لائق، راه حتى العمل ديالو في المصلحه ديالو غير لائق في المستوى. واخا كيفاش مثلا السي خالد الشفاقي كيفاش تتشوف مستقبل يعني المغرب في ظل بحال هذه النخبه هذه؟ لا، في ظل هذه النخبه هذه ما تولي حتى شي مستقبل، ولكن التعديلات غادي يكونوا مازال وغاديين، ماشي غادي واقفين. راه حنا تناضلوا ضد المافيا العقار، راه تنشوفوا فين وصلنا،
تناضلوا ضد المافيا ديال الابراج، تنشوفوا فين وصلنا، تناضلوا ضد المافيا ديال اللي مافيات تقريبا في جميع القطاعات. تنشوفوا فين الامور، التخليق ديال البيئه والمناخ الاعمال كيف غادي ممتاز، غادي ممتاز في ظل افتتاح الدوره الجديده يعني البرلمانيه، اشنو هو يمكن السي خالد الشفاقي كحقوقي وكانسان، يعني كمواطن مغربي وكحقوقي، اشنو يمكن تعطي لرئيس الحكومه من يعني من توصيات مثلا انت كمواطن مغربي يعني ترشحتي لي عليه او ما ترشحتيش عليه، يعني واحد تيقود الحكومه، شنو بغيت تقول السي خالد الشفاقي رئيس الحكومه في هذه الدوره الجديده؟ شنو خصو يدير وشنو خصو ما يديرش؟ خصو يتصنت للشعب، يفتح ديما تنقولها لي جورني بورت اوفيرت. هذوك لي جورني بورت اوفيرت اللي كان دار السي حموشي المدير العام ديال الامن الوطني راه جميله جدا، راه فتحت افاق مهمه للمواطن والمؤسسات وجميع المشاكل اللي كانوا متركمين في 60 عام في الامن الوطني. تا الرئيس ديال الحكومه خصو يعمل لا ميم شوز، يدير واحد لي جورني بورت اوفيرت ديال لا كونسيرفاسيون فونسيير، جورني بورت اوفيرت ديال المشاكل اللي كاينين مع في العداله وغاديين. ومن الحوار de la discussion جاي لا لوميير كوم اون دي. من الحوار ينطلق ان شاء الله الحلول. لابد واحد الحلول غيجيو الا كان نقاش عمومي وطني. نعم سيدي خالد الشفاقي، يمكن ان نقول شي كلمه يعني الصحراء الشرقيه مغربيه والبيعه ديال محمد السادس ديال التندوف والتندوفيه مسؤوليه، وعلينا جميعا المسؤوليه، وشعارنا الابدي وشعارنا الخالد وشعارنا الدائم الله الوطن الملك. وشكرا.